ويسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين. اشتقت لكم كتير، ان شاء الله كلكم تكونوا بالف خير يا رب. اليوم عملت هيك اكلات طيبة كتير وكمان حبيت اشارككم فيها. قبل ما يبدأ الفيديو صلوا على النبي، خلونا نكسب الاجر والثواب، اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين كان يوم حافل شوي بالخضرة وبالطبخ وبالشغل، بس اليوم صورت لكم بس طبخ. يعني هيك قلت مشان ما تملوا كل يوم حوسة وشغل، فبكفي الشغل اللي عندكم. الله يعطيكم ألف عافية يا رب ويتقبل منا ومنكم يا رب. أول اشي كان جايب لي جوزي شوية خضرة، نعناع وبقلي، صراحة بكفوني لمدة أسبوع ما شاء الله وأكتر كمان. فحبيت أنضفهم أول اشي قبل ما أبلش بالأكل، يعني فهمتوا علي. فالبقلة بالعادة أنا بقطفها هيك، بحطها ورقة ورقة وبحطها بعلبة وبحطها بالبراد. بس هلا ما عندي وقت، نظفتها من التراب ونظفتها منيح من تحت وربطتها، بس ما حطيت رأسا بالبراد، بنشفها كتير منيح بعدين بحطها بالبراد مشان ما تزلهج، عرفتوا ليش. وبعدين كمان الخس كمان نظفته بهاي الطريقة، ورقت بس الوش. أول طبقة كبيتها، وتاني طبقة يعني اللي منيحة أخدتها للخس، للسلطة للفتوش يعني. وبعد ما خلصت تركتهم بصينيتهم، ما ضبيتهم بالبراد لحتى ينشفوا منيح من المي اللي فيهم، مشان وقت نضبهم بأكياس ونحطهم بالبراد ما يزلهجوا ويطلع لهم ريحة. بعد هيك جهزت اغراضي على الطاولة يلي بدي اعملهم. كمان جبت كنافة بدي اساويها، وفهيتها اليوم مثل ما قلت لكم رح نطبخ على الفطور ان شاء الله. وكمان بدي اعمل عصير ليموناضة. هذا العصير كل يوم بعمله، يومي بعمله. انا عاملة وصورت لكم اياها بس لسه ما نزلت الفيديو. عاملة عصير يعني حطيته بالثلاجة، بس هداك مخليته لانه عندي كمية ليمون عم ينشف، فمشان ما يخرب كل يوم بعمل 3 حبات، يعني 3 ليمونات. بقشر الليمون بشكل كامل مثل ما شفتوه، مثل طريقة البرتقال عالضبط، كرمال ما يعطي يعني مرار. ما شاء الله البرتقال لهلقته موجود بالفريزر وكل يوم عم بطالع منه، ولا لدعة مرار ابدا ابدا ابدا. كل يوم كأنه اليوم عاملينه، يعني كأنه هلأ تازة. حطيت كمية سكر، كاسة ونص كبيرة، وشوية نعناع هيك مغسولين ومقطفتهم انا ورق نظيف، وبعدين كاسة مي عليهن. هاي ال3 حبات ليمون بيتحملوا لتر مي كامل، وبخلطهم كتير منيح. وبعد هيك بصفيهم. هون ما استعملت الغربول الناعم المصفي، استعملت المصفي الخشنة شوي كرمال انزل من حبات النعناع مع العصير. بعد ما اصفيه كتير منيح برجع بضيف كمان عليهم مي لحتى اخد كمية اللتر، فهمتوا قصدي، يعني لاخد كمية اللتر. هون صار عندي عصير الليمون جاهز، هلا راح احطه بالبراد. في ناس بتعمل نفس هاي الطريقة وبتحط له زرف ليمون جاهز، بس انا ما بفضل لانه الليمون بودرة، الظروف الجاهزة بتجي بودرة، ما كتير بستعملهم. بحب الطبيعي اكتر، انه كرمال الصيام وهيك بيعمل حرقة بالصدر، فمشان ما اضر الاولاد. وبعد هيك بلشت بتحضير الفتوش، لانه اليوم شغلي كله مثل القلي، ما بياخد وقت كتير على النار. فجهزت الشغلات البسيطة مشان بس اشغل النار، يعني فرد مرة بشغله وما بطفيه لحتى اخلص، فهمتوا قصدي. يعني ما كترت فتوش، اخدت كم ورقة خسة، هي البركة لحالها بتكتر. حبة بندورة، حبة خيارة، وكم ورقة بقلة وهيك. البقلة غسلتها وصفيتها بالمصفاية، بس صفي من المي نهائيا بقطفها مشان ما تعطي هيك تفوت المي على قلب الورقة وتعطي مثل كأنه مزلهجة، بتضل تازاي وخضرة، فهمتوا قصدي، يعني بس تنشف بتضل تازاي وخضرة. ما شاء الله هون شقد سريعة بالفيديو، انا مسرع الفيديو كرمال ما يكون طويل عليكم. ما شاء الله طلع طول الفيديو 42 دقيقة، بس طبعا انا حذفت منه وسرعت وقسمت الفيديو لحتى يعني طلع معي بهذا الوقت القصير. ففي ناس بتحب تفرم بصل اخضر، في ناس بتحب تفرم بصل يابس، انا من الطرفين، يعني ما هو متوفر عندي بصل الاخضر بفرم بصلة يابسة، بس ما بفرمها ناعمة، بفرمها خشنة شوي. هلا هيك خلصنا الفتوش، بس نسيت افرم الفجل، اتذكرته بعد التبلة، مع اني حيطته قدامي بالمطبخ، كنت غسلته وحيطته على المجلة،
نسيته لاخر الشي، كل يوم بنسى الله وكيلكن. هون جيت اتبل السلطة او الفتوش، بعصر عليهم عصرة ليمونة، وبدي اضيف عليهم كمان دبس رمان ونعناع وملح ليمون. بزيد شوي الحمض كرمال انه نحن بنحبه شوي حامض. هلا ممكن تحطوا له، انتو بتحطوا له زيت، يمكن ممكن بتحطوا له كمون. انا بس هي التبلة اللي بستعملها، يعني الي وقت طويل ما بستخدم تبلة يعني غيرها، فهمتوا علي؟ احيانا بس زيادة بضيف سماق ناعم، بس هلا انه عم بضيف دبس رمان ما عم بستخدم السماق. هون بعد ما قلتلكن تذكرت الفجل، رجعت كمان فرمتهم. بفرمها بس بالنص، بفرمها كتير رقيقة. بستخدم اللي بيجوا بالربطة مو اللي بيجي بالكيلو، لانه بيطلع طري اكتر. لساتكن سهيانين بالفيديو وعم تتفرجوا، حطوا لايك للفيديو اذا ما حطيتوا، كمان لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا جرس الاشعارات لتكبر عائلتنا. كمان هون قليت خبز للفتوش وللفتة. هون فطومة انا عم بقلي، بلشت قلي وهي بلشت تتبلي الفتة، بس مكترة شوي توم. يعني انا قلت لها اشري بس سنين، هي حاطة كني 4، يا اما سنين كبار ما بعرف. قلت لها هون مكترة، قال ماما بس فرقمت سنين. وبعد ما بنحط توم بنحط لبن، يعني كمية اللبن على حسب رغبتكم. انا بحب لبنة كتير، يعني طعمة اللبن تكون شوي ظاهرة. وكمية من الطحينة، وكمان عليهم رشة ملح ليمون ورشة ملح. هون هي عم بتشتغل وعم بتقلي ماما احط كمان ولا حاجة، لا كمان. وكمان بنحط عليها رشة كمون مثل ما قلت لكم، وفيكم تحطوا كمان بقلب التبلة رشة فلفلة حمرا. كمان هي الطريقة معتمدة من زمان كتير، ما بغيرها، كتير الطعمة طيبة. احيانا اذا عندي حمص مطحون، حمص مخفوق، بضيف لها كمان، بتعطيها تقل وبتعطيها طعمة طيبة كتير. بس هلا هون مو متوفر عندي، يعني من الموجود عملنا. انا بحب الفتة كل 3-4 ايام اعملها، وبكترها بحبها باردة، تاني يوم باكلها باردة، هيك بتسمك وبتتقل، تقوى كتير طيبة. هون حطيت الفاهيتا على النار، حطيت كمية من الزيت، وبعدين نزلت الفاهيتا. جبنا الفاهيتا جاهزة، يعني ما جبتها وانا عملتها، فهمتوا قصدي؟ وجبت نص كيلو، ما كترت لانه البركة ما بياكلوا، يعني عم بزيد كتير اكل بالبراد، فحرام قلت ما بدي اكتر. وتاني يوم كانت طبختي ملوخية. هذا الفيديو صورت لكم اياه امبارحة، واليوم انا عملت ملوخية، عرفتوا ليش؟ فانا ما كترتها. بعد ما تستوي كتير منيح، بتاخد تقريبا 10 دقايق لبين ما تستوي او اكتر شوي، يعني انتو اختبروها بالسكينة او بالمعلقة، هيك قصوها، اذا لقيتوها انقصت بسهولة يعني استوت. بعد هيك بصفيها من الزيت وبحطها بصينية صغيرة على النار، وبعدين بدي ارش عليها جبنة موزاريلا اي نوع موجود، وبغطيها بصينية على نار كتير هادية لبين ما تدوب الجبنة. بس في ناس بتحب تحطها بالفرن، بس انا ما بفضل، رح تقرمد الجبنة معي لانه ماني حاطة كمية كبيرة، فبس بدي اياها لبين ما تدوب. انا هون بطاطا انا قليتها نص قلي اول الشي، بعدين بردت لها شوي لبين ما قرب الاذان، يعني بقي له هون 5 دقايق. رجعت شغلت الغاز على النار، الزيت عفوا على النار، وصرت اسقط كمية بسيطة من البطاطا كرمال تتقرمش البطاطا وما تشرب زيت. وهيك صارت السفرة جاهزة. هلا اخر الشي بضيف الحمص، بس انا هون كترت شوية حمص، يعني كمان كانت مرقته شوي كتيرة، فطلعت مرقتها للفتة خفيفة. يعني هيك تعرفوا انتوا على العجلة، يلا ركض ركض ركض، ما بحس حالي الا بس عم بركض لبين ما اخلص يعني. بس لاني اخر 10 دقايق مو قلتلكن ما بتعرفوا شلون تخلص، يعني بسرعة بيخلص الوقت. وبزينها برشة فلفلة حمرا ورشة كمون ورشة سماق وزيت زيتون. انا ما بحبها بالسمنة، بحسها هيك بتجبلس ومعدتنا يعني. وهون ضرب المدفع وبلشنا افطار، وماما اعطيني وماما ناوليني. الله يتقبل منا ومنكن يا رب، وان شاء الله هيك صيام مقبول وافطار شهي، والحمد لله رب العالمين على النعمة الدايمة، نحمده ونشكره على طول يا رب. طبعا انا نفس النهار عملت الكنافة، بس صورت لكم اياها بدي انزلها بفيديو لحاله،
لانه راح يصير الفيديو كتير طويل عليكم، يعني دا يطفي 20 دقيقة، فهمتوا علي؟ فمشان ما يصير كتير طويل فضلت اني اترك الفيديو لحاله. طبعا الفاهيتا ما لفيت لهم اياها بالخبز، نحن بنحبها بصمن. بحط لهم اياها بقلب الصمن، وبدهلهم فيها بس مايونيز وبطاطا، وبحط معهم بدون ما نكبسها، هيك بياكلوها يعني هيك بالصمنة بدون كبس. والفتة نفس الشي، هلا ما بسقيها بالخبز، بحط كل صحن بصحنه مشان ما يزيد وتنكب، او مثلا تزيد ودا يفنش الخبز وما راح تصير طيبة تاني يوم. فبعمل كل صحن بصحنه افضل يعني للولاد. ولهون نكون انا وصلت معكم لختام الفيديو، بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. شكرا كتير لكم لحسن المتابعة، بشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.